السلام عليكم حبايبي متابعيني، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله الكل بخير. اليوم راح اسوي كباب دجاج او كفتة الدجاج، اثنينهم يصيرون. ممكن تشوهم شوي وممكن تحمروهم بالطاوة، اثنيناتهم يصيرون، او بالقلاية الهوائية. ما راح بس هاي النوعية من الكباب اللي راح اسويها لكم، وطريقة جدا مميزة والطعم ما راح تنسوه. ونبلش بالمواد، مو مقادير، مواد. حطي المواد اللي انت تحبيها، مثلا انت تحبين طماطة قليلة حطي، بصل قليل حطي، ما مقسوم، بس راح اقلك الكمية اللي راح انا اخليها، وانت بكيفك ممكن تزيدين ممكن تنقصين، لان هاي ما بيها مواد كاملة يعني انه الا هذول تخليهم، لا مو ضروري، اكو ممكن اشياء تستغنين عنها، بس اذا اتبعتي طريقتي او المواد اللي مخليتها تكون كلش طيبة وراح تعجبكم هواية. عندي هنا اللحم دجاج، مو بالصدر، قصيت وياه فخاذ، يعني اخذت فخذين دجاج واخذت صدر دجاجة كاملة وفرمتهم. طبعا عند اشتريت من عند اللحام او القصاب، او عنده ماكينة ثرم ويثرم. بعد ما اخذته من عنده رحت للبيت، غسلت الدجاج ونظفته وتبلته شوية بليمون، نشفته مضبوط ووديته الى ثرمائلية. قلت له ما عندي ماكينة ثرمائلية، ما هالمشكلة يعني يثرمه، اذا تجيبينه مثروم اعتقد يثرمون حتى الجلد وياه ويثرمون يعني دم او شيء، وهو بعد الثرم ما يصير ينغسل. فغسليه مضبوط، يا عندك ماكينة وتثرمينه ناعم، يا تودينه للواحد معميلك، يعني بمعنى انه انا لانه دائما اشتري منه يعرفني. ثرمت وياه تقريبا 100 جرام ليه. إذا تسوينه بس صدورة ما عندك فخاد مثلا يصير ناشف، راح تحسينه إنه ناشف بالأكل. دائما كباب الدجاج مو مثل طعم كباب اللحم، فلما نسوينه بهالطريقة لا، راح يفرط لك هواية وراح يصير طعمه غير شكل. عندي هنا نص كيلو تقريبا، هو واللي صار نص كيلو. عندي هنا خلينا نحكي بالبهارات. البهارات خلي اللي يعجبك، خلي بس بهارات دجاج، خلي بس فلفل أسود، بس هو الدجاج مو مثل اللحم يحتاج له هواي بهارات، يعني يحتاج له حتى تنكهينه، حتى تروحين عنه كل زفرة. هنا أنا عندي بابريكا مدخنة، وإذا ما موجودة بابريكا عادية، كمون كاري، طبعا كل واحد تقريبا خاشوقة مالت شاي. عندي هنا زعتر، عندي كمون، ثوم مطحون، بصل مطحون ناشف يعني، فلفل أسود، بهارات دجاج، فلفل أحمر حار، بودرة الدجاج. هنا أنا عندي كزبرة وملح. ها هي المواد اللي بالنسبة للبهارات، ممكن تستغنين كلها وتجيبين بس بهارات دجاج أو بهارات شاورما هم يصير. هنا عندي تقريبا نص كوب صمونة وبرشتها بالمبرشة، صمونة كهربائية، صمونة هاي الحجري، خبز، بس كون يعني ناشف مو بمي ونقعته. أنا طلعته من الفريزر وبرشتها بالمبرشة نص كوب. عندي هنا فلفل بارد أحمر نص كوب، أو تقريبا نص حباية فلفلاية حمراء، وتقدري تقللين وتقدري تكثرين. هنا معدنوس أو كرفس هم تقريبا كم يعني تقريبا نص باقي، ونفس الشيء الفلفل الأصفر. عندي هنا خاشوقة واحدة طحين حتى تسحب الرطوبة اللي موجودة أو السوائل. عندي هنا بصل أخضر عرق واحد، عندي هنا طماطية صغيرة، عندي هنا بصلاية وحدة، عندي هنا فلفل أخضر حار أو بارد، أنا حطيت حار. عندي هنا ثوم سن واحد مهروس، دقيته بالهاون يطلع أكثر طيب يعني. هنا ملعقة صغيرة مالت كوب خردل، إذا ما موجود تقدرين تستغنين عنه. هنا عندي برش الليمون، ليمونة وبرشيها خذي بس الأصفر. وعندي هنا ملعقة مالت أكل معجون الفلفل، أنا هنا مخليه معجون فلفل بارد، ممكن تخلين حار إذا تحبون الحار. هاي المواد كلها راح نبلش بالطريقة، بس ملاحظة جدا مهمة، إذا ثرمتيه بالماكينة أو بإيدك، إذا بإيدك يصير قليل السوائل، بس بالماكينة يصير هواي سوائل. هاي المواد كلها أول شي صفيها، وأخذ المي مالتها خليه على جهة،
حتى ما يصير بيه رطوبة هواي وما يلزم عندك. وراح أول شي راح نصفي الخضرة مضبوط ونخليها بالطاسة. هاي الطاسة راح نبلش بالمواد والخضرة نعصرها مضبوط ونرجع لكم. وهاي متابعيني بعد ما صفيت الطماطة والبصل والفلفل كملته، هذا اللي صفى من عنده فخليته استفاد من عنده. هذا هسه اقولكم شو راح اسوي بيه هذا المي. راح نخلي المواد، طبعا حتى الدجاج لازم يكون ناشف مضبوط من المي. هذا البصل اليابس وهذا البصل الاخضر وهذا المعدنوس او كرفس كيفكم الموجود. وهاي الطماطة نشفناها من المي نهائيا ما خلينا بيها مي. هذا الفلفل الملون الاصفر والفلفل الاحمر كلهم ناشفين بدون مي. هاي جدا ضرورية هاي الملاحظة، ما تخلون ولا قطرة مي. نجي على الدجاج هم نفس الشيء، اذا اكو مي عصروه مضبوط، بس انا ما مخليه بيه مي، انا منشفته مضبوط يعني من الاول. فهذا هم راح نخليه بهالطريقة. نرجع على المطيبات. هذا فلفل حار، اذا يعجبكم خلوا فلفل حار، واذا ما يعجبكم تقدرون تستغنون عنه. هذا الليمون، قشر الليمون وبس الاصفر، ما يصير توصلون للابيض. هذا الخردل، هذا يقدر واحد يستغني عنه بس للدجاج كلش طيب يصير. الفلفل الاحمر هذا انا مخليه بارد، اكو حار تقدرون تخلون حار. الثوم، الطحين، خاشوقة كبيرة طحين. وهذا تقريبا نص كوب خبز او صمون او اي كعك، اي الموجود عندكم، كعك مطحون يصير همه. والبهارات انا رويتكم شنو خليت، هاي كلها ويا الملح. راح نعجنه مضبوط، ينعجن مضبوط، وبعدين نبدي نخليه بالثلاجة الى ان يبرد ونشيشه. خلينا عجنه وارجع لكم. هذا متابعيني بعد ما بردت العجينة خليناها بالثلاجة. ايش قد ما تاخذ وقت اخذ يعني، خاصة اذا عندك ضيوف او عندك تبي تسوين عشاء وعندك دوام الباكر مثلا غدا، تسويه وتحضريه تحطيه بالثلاجة. اسهل شيء واحسن شيء، وكل ما يتطول بالثلاجة يصير هيك يمسك اكثر. اذا سويتي شوي او شوحتيه بالمقلاية او بالمقلاية الهوائية او بالجريل، اي شيء يصير. هاي الطريقة تصير كل الاحوال على الفحم، تصير كيفك. انا اليوم راح اسويها بالفرن. راح اخلي الماي اللي استخرجناه من العصارة اللي اخذناها من الفلفل والطماطة والبصل، ما ذبيناها، هاي هي. راح نخلي المعجون عليها خاشوقة تقريبا، ونخلي عليها زيت هم تقريبا خاشوقة. خاشوقة أو خاشوقتين، كل ما تكون شوية بيها دسامة تصير أطيب حتى بالشوي ما تتعبك. هاي هي خاشوقتين، نخلطها مضبوط. خلطناها مضبوط بهالطريقة، صارت صلصة نبلل بيها ايدينا ونكبوا بيها الكباب. حتى تكون بطنها فارغة، حتى تستوي بسرعة بكل الأحوال. إذا هي شوي راح تشيشونها بشياش، يعني بالأقصد على الفحم. وإذا تبدون تسوونها بالمقلاية فحاولوا تجيبون إشياش خشب أو على السكينة أو على أي أداة تكون مفرغة، حتى تكون الكباباية مفرغة من البطن وتستوي وتصير أطيب، يعني أحسن، تصير طراوتها أكثر، ما تنشف، ما يحتاج لها وقت حتى تستوي، وبنفس الوقت تنشف إذا أخذت وقت طويل. فإن شاء الله الشرح يكون وافي. أنا عندي هاي الخشبة عادية، خشبة مال يعني موطة ممكن تقولون، أي شيء، أداة خشب نظيفة.
وهذا متابعيني كباب الدجاج جهز، يعني ما أحكي لكم عن طعمه وريحته الطيبة. شوفوا سويته طبق هالشكل، طبعا كمية هو صار، هاي كمية وبعد بقوية، هذا بالنص كيلو. طيب ويعني شو أحكي لكم، خليني بس أراويكم الطراوة مالته، ويمكن لو تسوونه على الفحم يصير أطرى، وريحته جايبة التايه. أتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ولا تنسون الدعاء الوالدية بالرحمة، وفي أمان الله.